الدروز في حياتهم ما راحوا حاربوا على أرض طائفة ثانية أو دين ثاني، لا هن ولا الأكراد ولا العلوية. كل اللي صار كل جماعة الشرع والبدو كل اللي مع بعض قاتلوا هاي الأمة كلها. لذلك في بحث اليوم يعني موقف اللي الأمم المتحدة عم توصل إنه يبحثوا كل اللي صار هناك على الطريق. في كمان هناك محكمة دولية قدموها إخواننا ضموا دروز سويداء إلى، ولا يمكن انه يظل هذا النظام اللي حرق شوارع درزي الا ما ينسحب هناك ويدفع ثمن. نحن اللي بقوم في هاي الاعمال ما بيقدر. بس انت بصفتك من انت الان مش يعني درزي سوري، انت درزي اسرائيلي. انا اصلي سوري، انا مع الدروز، ما مش عامل حساب لحدا ولو بيقتلوا الدروز. انا اصبحت من سويداء، بطلت من اسرائيل لما بيقتلوا الدروز. فنحن متضامنين، مش بس نعمل شو هن بيقولوا، ولكن المرجع تبعنا هناك دينيا، ونحن يعني من هذا المنطلق الدين مجبورين فيهم. هن ماشيين في مشوار ما عندي شك ولا بيكون حل غير بتكون فيدرالية واستقلال السويداء. إذا بيكونش استقلال لسويداء بيكونش استقرار. بس عجيب انك انت تقرر بالنيابه عنهم. بكل الاحوال انتهى الوقت ب10 ثواني، لانه انتهى الوقت ب10 ثواني. استاذ وائل، هذا الكلام مقبول انه ايوب قرة يقرر ما يجب ان يكون مستقبل السويداء ب10 ثواني؟ انا قلت يعني انا معهم. انتبه، انت عم تزور الحديث. انا قلت انا معهم شو بقرروا، هاي هن مقررينها مش طيب. انا واللي بقرر الشيخ سلمان حكمة الهجري. كنت بتأمل 10 ثواني 10 ثواني استاذ وائل، بده ينتهي الوقت. 10 ثواني.